بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1981 فول 2. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. كهدية في هذا اليوم المبارك، وكما وعدت الإخوان في صفحتنا على الفيسبوك بأنني سوف أضع لكم شرح لطريقة الحصول على الانترنت مجانا على هاتفك الأندرويد. الشرطين الوحيدين اللذان يجب أن تتوفر عليهما في هاتفك وهو أن تمتلك هاتف أندرويد يدعم تقنية 3G. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن يكون لديك رصيد بسيط جدا في هاتفك الأندرويد. طبعا لن يتم اقتطاع ولا سنتيم من هذا الرصيد عندما سوف تستعمل الانترنت باستعمال ال VPN. فأطمئنك من هذه الناحية، فأنا شخصيا مدة 3 أشهر أستعمل الطريقة ولا يتم اقتطاع ولا سنتيم واحد عبر هذه الطريقة البسيطة أحبابي في الله. طبعا هناك طرق كثيرة جدا، طرق أخرى معقدة كنت أنا شخصيا أستعملها من قبل، لكن اخترت لكم طريقة بسيطة جدا كما أشرت عبر فقط التفعيل تقنية 3G على هاتفك الأندرويد، ثم استعمال واحدة من التطبيقات الخاصة بال VPN. طبعا هناك تطبيقات لا تشتغل إلا إذا كنت قد أخذت صلاحية الروت على هاتفك الأندرويد، وسوف نستعمل VPN لن تحتاج معه إلى أن تكون لديك صلاحية الروت في هاتفك الأندرويد. كل ما عليكم فعله أحباب في الله هو الدخول إلى جوجل بلاي أو بلاي ستور في هاتفك مباشرة، تقوم بالبحث عن VPN، تقوم بوضع كلمة VPN ثم تبحث عليها وسوف يعطيك مجموعة من التطبيقات. فما أنصحكم به هو هوت سبوت شيلد VPN. يجب أن تقوم بتحميله وتثبيته على هاتفك الأندرويد. سوف يخول لك أولا أن تحصل على حماية لهاتفك الأندرويد، وأيضا الانترنت بلا حدود. طبعا إذا حصل أن قمت أيضا بشراء التطبيق فسوف يعطيك انترنت اقوى مما سوف تحصل عليه. فاذكر بانك سوف تحصل على انترنت مجانا من دون شراء التطبيق. اما اذا كنت قد قمت بشراء اكثر التطبيق فسوف يعطيك انترنت اكثر سرعه احبابي في الله. طبعا هناك مجموعه من التطبيقات الخاصه بالفي بي ان كما اشرت. هذا التطبيق لا يحتاج الى ان تمتلك صلاحيه الروت، تقوم بتحميله وتثبيته على هاتفك الأندرويد. وسوف ننتقل إن شاء الله في هذا الفيديو البسيط جدا والسريع الذي عبره سوف أشرح لك فقط كيف تقوم بتفعيل ال 3G على هاتفك الأندرويد. وكما ذكرت يجب أن تمتلك رصيد بسيط جدا في هاتفك الشخصي، ولن أطمئنك من هذه الناحية، فلن يتم اقتطاع ولا سنتيم من الرصيد. فأنا شخصيا أستعمل هذه الطريقة، وسوف أعطيكم فيديوهات كثيرة جدا على اليوتيوب باللغة الإسبانية لأشخاص استفادوا من هذه الطريقة. كما تشاهدون فيديو ما شاء الله وصل إلى 832 ألف مشاهدة وتقييم كبير. وهناك أشخاص استفادوا من الطريقة، وهناك فيديوهات أخرى طرق أخرى للحصول على الانترنت بالمجان على هاتفك الأندرويد. أنا شخصيا اخترت لكم طريقة بسيطة جدا لا غير معقدة، وسوف تمتلك معها الانترنت مجانا إلى الأبد. أذكر إلى الأبد بهذه الطريقة البسيطة أحبابي في الله. تابعوا هذا الفيديو الصغير ولنا عودة إن شاء الله في الأخير. طيب الحين سوف نذهب إلى الخصائص أحبابي في الله سيتينج أوزو دي داتوس، ثم في داتوس موبيليس هنا نقوم بتفعيلها تفعيل خاصية 3G في هاتفك الأندرويد. سوف تجدوه نو، تقوم بسحبه إلى يس أو سي كما عندي أنا شخصيا. بطريقة يمكننا الحين تشغيل تطبيق الهوت سبوت شيلد VPN حتى يوفر لنا حماية أولا لهاتفنا الأندرويد، واستعمال
نشغل الانترنت بالمجان مدى الحياة. أذكر مدى الحياة لأن شخصيا طبقت هذه الخطوات 3 أشهر وأنا أشغل الانترنت. سوف نذهب إلى التطبيق، نقوم بالضغط عليه، نضغط على نسيار يعني بروتكسيون، ثم نقوم بالضغط عليه ونصبر لحين ما يعمل كونكتد بطريقة كما أشرت. سوف تستعمل الانترنت بالمجان من دون اقتطاع أي شيء من يعني الرصيد الذي تمتلكه أو الذي يعني في بطاقة الهاتف الخاصة بك. طيب الحين سوف أقوم مثلا بتجربة بعد أن تم عمل يعني بروتكتد، سوف أقوم بالبحث عن تطبيق يعني قمت بتحميله من قبل عليا. سوف أقوم بالخروج، سوف نذهب إلى تطبيق اسمه يعني على أساس تجربة علينا. هذا هو التطبيق أحبابي في الله، على أساس تجربة الانترنت على هاتفنا الأندرويد. ننتظر يعني بضع ثواني. أذكر بأن الطريقة فعالة، نضغط على كومنسار برويبا وننتظر قليلا. أذكر بأنك يعني إذا قمت بهذه العملية التي شرحتها سوف يعني أؤكد لك يعني سوف تحصل على الانترنت بدون حدود، ولك أن تشاهد يعني فيديوهات كثيرة جدا في اليوتيوب. مع الأسف هي باللغة الإسبانية لهذه الطريقة التي انتفع بها الكثيرون وبما فيهم أنا شخصيا 3 أشهر وأستعمل يعني الانترنت يعني بدون حدود عبر هذا التطبيق. طيب كما سوف تشاهدون يعني الحين يتم قياس سرعة الانترنت وسرعة أيضا التحميل إلى غير ذلك. 124 كما سوف تشاهدون في التحميل 44 إلى غير ذلك. كما شاهدتم أحبابي في الله، خطوات بسيطة جدا قد لا تخطر في بالك يمكن لك عبرها يعني أن تحصل على الانترنت مجانا كما حصلت عليها أنا شخصيا منذ تقريبا 3 أشهر، وأنا استعمل الطريقة مجدية ومن دون أن يتم اقتطاع ولا سنتيم واحد من الرصيد الذي يكون في يعني هاتفي الشخصي. طبعا فقط بتفعيل تقنية 3G على هاتفك الأندرويد. إذا لم تقم بتفعيله من قبل، إذا لم تقم عفوا بتثبيتها من قبل، فشاهد بعض الفيديوهات على أساس يعني تثبيت تقنية 3G على هاتفك الأندرويد حسب يعني الشركة التي أنت مشترك فيها. بعد ذلك قم بتفعيلها، يعني قم بتشغيلها على هاتفك الأندرويد، شريطة أن يكون لديك رصيد كما أشرت بسيط على هاتفك. بعد ذلك يمكنك الاستفادة من الانترنت مجانا بلا حدود على هاتفك الأندرويد، طبعا يعني من دون أن يتم كما أشرت اقتطاع ولا سنتيم من رصيدك الشخصي. أذكر إذا كنت قد استفدت من هذه الطريقة فلا تنسى أن تشاركها مع أصدقائك على الفيسبوك حتى يستفيدون أيضا، وعلى يعني المواقع الاجتماعية الأخرى. ولا تنسى أيضا تقييم هذا الشرح كمساعدة منك لي شخصيا لرفع يعني الفيديو أكثر ويستفيد من خلاله أيضا مجموعة من الأشخاص. فكلنا على يعني المجتمعات العربية الأغلبية ليس باستطاعتها الحصول على الانترنت، لهذا قد يعني تكون يعني سبب في أن توصل هذا الفيديو إلى شخص آخر سوف يستفيد من خلاله وسوف يحصل على الانترنت مجانا. يمكن له عبره أن يقوم بالدخول إلى الفيسبوك وإلى مواقع أخرى بطبيعة الحال كما أشرت. طبعا يعني كنت أستعمل أنا شخصيا تقنية متقدمة من قبل، يعني لو تذكر بعض الأشخاص كنت وعدتهم يعني تقريبا 6 أشهر أو 7 أشهر بأنني سوف أضع تلك الطريقة، لكن تلك الطريقة كما أشرت متقدمة يتطلب منك تغيير بين الفينة والأخرى البروكسي. بعد أن يعني اكتشفت هذه الطريقة عبر بعض الفيديوهات على اليوتيوب فوجدتها مجدية واستفدت من ورائها، فكنت سعيد جدا أن أشاركها معكم. فلا تكن أيضا يعني أنت أناني، وقم بمشاركتها مع أصدقائك وأشخاص آخرون. وأي سؤال يعني وأي شيء لم تفهمه قم بوضعه في تعليق، وسوف أكون يعني إن شاء الله سعيد بأن أجيب على تعليقاتكم وعلى أي مشكل واجهتكم في يعني تفعيل هذه الخاصية. أحبابي في الله، لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول الفيديو.5.com والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.